تاني. غالبا الموضوع ده يتكرر كتير. انا المفروض النهارده كنت اروح ارض النفاق، ولكن للاسف صحيت متاخر، فعشان كده ما روحتش ارض النفاق. ولكن يعني كده كده مش مشكله، يعني كده كده الواحد ما بيحبش يروح ارض النفاق. فوقت تاني ان شاء الله نبقى نروح ارض النفاق. كنت نازل عشان اصور كام بيرول شوت كده، صورت 2 بيرول بسبب ان انا ما عنديش ولا واحده استخدمهم في الفلوجز بتاعتي، بالاضافه ان انا نازل ابلود الفلوج. الفرع اللي عند البيت عندي كان قافل النت، فجيت الفرع اللي ورا كالعاده كان فاتح النت، والناس اللي فيه لذيذه جدا، والمدير بتاعهم كمان كويس جدا. دي كده الحاجات اللي حصلت. غير كده انا رايح اجيب شويه حاجات دلوقتي وبعدين خلاص كده. يعني اليوم النهارده برضه بسيط جدا زي الايام اللي فاتت. كانش هيبقى بسيط لو انا كنت نزلت الفتره اللي فاتت، ولكن قشطه يعني الدنيا بسيطه واليوم بسيط والحاجات دي كلها، فقشطه يعني فاهمين. انا بحب الايام البسيطه دي، ولكن بحب الحركه الكتير. يعني لو يوم بسيط وفيه حركه كتير قشطه، لكن لو يوم بسيط وما فيهوش حركه فبيبقى رخم. النهارده اليوم ما فيهوش حركه كتير، بس قشطه انا اعتقد ان هو هيبقى يوم لذيذ. اليوم ال26 انتهى. بتشيك التشانل دلوقتي، ودي حاجة للأسف ما بعملهاش كتير، ولكن بصيت كده على الفيديوهات اللي أنا نزلتها في الفترة الأخيرة. ايه الفيديوهات اللي الناس اتفرجت عليها، ايه الفيديوهات اللي كان عليها تفاعل وكده. فعرفت دلوقتي ايه الفيديوهات اللي هي كويسة اللي أنا عملتها، وايه الفيديوهات اللي مش كويسة. مثلا الفيديو ده فيديو هو بسيط جدا، فيديو ممل جدا، الفيديو اللي قبل ده وهكذا. لكن في بعض الفيديوهات اللي أنا عملتها في الفترة الأخيرة كان فيها حركة كتير، كان فيها نشاط كتير، كان فيها متعة وانت بتتفرج عليها. بعيدا عن ده فلوج بسيط جدا ما فيهوش متعة قوي ان انت تتفرج عليه. فعشان كده فهمت ايه الحاجات اللي عندي كويسة وايه الحاجات اللي وحشة. فالفترة الجاية هحاول اعمل حاجات كويسة كتير، هحاول اعمل حاجات مش مملة كتير زي الفلوج ده. ودي حاجة انا كنت حاططها في الخطة من غير ما ابص على الاحصائيات بتاعة القناة والكلام ده. ولكن برضو حبيت ان انا ابص كده وافهم الدنيا ماشية ازاي في التشانل وكده. فهمت حاجات كتير واتعلمت حاجات كتير من خلال الاناليسيز وكده. فاعتقد ان انا هعمل الموضوع ده الفتره الجايه كتير، بحيث ان انا اتعلم اكتر وافهم اكتر والكلام ده. فيعني حاجه ما عملتهاش ساعه ما بدات التشانل دي، ما دخلتش بصيت على الاناليسيز خالص، ودي حاجه غريبه جدا. ولكن يعني هحاول ابص الفتره الجايه كتير وافهم الدنيا ماشيه ازاي والكلام ده. فيعني A few moments later. انا لسه عامل حاجه دلوقتي، انا ما عملتش اي حاجه تاني باقي اليوم، فانا راضي جدا عن الحاجه اللي انا عملتها دي. بس في نقطه هنا، انا مش هقدر اقول لك ايه الحاجه اللي انا عملتها دلوقتي. مش عشان هي حاجه سر، مش عشان هي حاجه شخصيه، بالعكس دي حاجه عاديه جدا. ولكن انا بس لسه فاضل لي حاجه بسيطه في الحاجه اللي انا عملتها دي واخلصها، بعد كده هتكلم عنها. بس ان انا مش عايز اتكلم عنها دلوقتي عشان ما اخدش احساس زائف بالانجاز، وان انا احس ان انا انجزت حاجه وانا لسه ما خلصتش الحاجه دي واقعد اجل فيها واجل. فلا، اول لما اخلصها هطلع اقول ان انا خلصت الحاجه دي. ولكن هي الفكره بس ان انا خلصت تقريبا فيها 50% او زياده عن 50% كمان. فعشان كده بقول لك انا مبسوط ومش عايز اعمل اي حاجه تانية بقى النهارده. انا عايز اعمل، ولكن بقول لك لو ما عملتش حاجه انا مبسوط ان انا عملت الحاجه دي. وقت ما خلصت اتكلم عليها زي ما قلت لك، بسبب ان انا مش عايز احس بالانجاز وانا لسه ما عملتش الحاجه دي بالكامل. فاتمنى بس تقدروا النقطه دي وتفهموها. فقريب جدا اعتقد بكره اخلصها، بس انا مش عايز اجل اكتر من كده، وبكره اقول لكم عليها يعني الفيديو اللي بعدها على طول. فيعني مش بعيد قوي وهتكلم عليها، بس دي حاجه انا متحمس ليها جدا. 2000 years later. طيب اعتقد ان انا مسكت في الكلمه، ان انا قلت انا مش عايز اي حاجه تاني النهارده، وبالفعل ما عملتش اي حاجه النهارده. ولكن في حاجه حصلت، في حاجه شخصيه حصلت، فهي دي اللي خدت الوقت. لكن هي ما بوظتش اليوم ولا اي حاجه، بل بالعكس اليوم لذيذ جدا، اليوم حلو جدا لحد الان. اليوم الصراحه انا مبسوط بسبب الحاجه اللي انا عملتها. فانا بالنسبه لي اليوم ياخد 10 من 10 بسبب الحاجه اللي انا عملتها دي.
فانا الصراحه ما اقدرش اقول حاجه على اليوم، ولكن الحاجه الوحيده اللي اقدر اتكلم عليها هي الفلوج ده. الفلوج ده ما انا مش هبقى راضي عنه. اقول لكم ليه؟ بسبب ان الفلوج اولا ما فيهوش حاجات كتير. انا قلت لك في البدايه انا بحب الحركه ومش عارف ايه والكلام ده كله، فالفلوج ده ما فيهوش حركه، ما فيهوش حاجات كتير وكده، فعشان كده انا مش هبقى راضي عنه قوي. فلسه برضه في الايديتنج اخليه، يعني احاول اخليه لذيذ كده. بس انا بحب الحركه والكلام ده، وكان في اكتر من حاجه عايز اعملها، ولكن الايام الجايه كتير ان شاء الله نعمل كل الحاجات دي، والفلوجز الجايه تبقى افضل بكتير.